هل من جديد بشأن مراسم مبايعة الملك سلمان بن عبد العزيز؟ الخبر الوحيد اللي يعتبر متواتر هو رفض المملكة استقبال الرئيس السابق لليمن علي عبد الله صالح. نعم. رفض استقبال الرئيس السابق لليمن علي عبد الله صالح للمشاركة في العزاء. نعم، يعني العاهل السعودي الجديد في خطابه أكد في أول حديث له عقب توليه المسؤولية على استمراره على نفس النهج الذي سار عليه أسلافه. إذن ما هي أهم القضايا التي تواجه الملك سلمان في هذا الوقت الحالي من وجهة نظرك ومن خلال تواجدك في المكان؟ من داخل المملكه في مشاريع عملاقه اطلقها الملك عبد الله رحمه الله عليه، مشاريع اسكان ومشاريع تعليم وعده جامعات تحتاج الى متابعه، بالاضافه الى انخفاض اسعار البترول. ده من الجانب الداخلي. من الجانب الخارجي مشكله اليمن ومشاكل الشرق الاوسط التي تحد في المملكه سواء في العراق او في اليمن، وتؤثر تاثير مباشر على المملكه العربيه السعوديه، والعديد من التحديات الاقليميه والدوليه